السلام عليكم عيسى. وعليك السلام. عيسى خويا، وش رايك في عطاف اللي راح لتونس؟ عطاف راح لتونس. راح لتونس. سمى عاد المنفذ الواحد تونس سمى. باغي تروح انت روح، احنا نموتوا هنا احنا. الا احنا قبل كي كنا نقول لكم يا ودي الهب بلادك وشعبك، الا جلواش باش تدول تحترمك. واليوم عليه بوركينا فاسو ومالي والنيجر هادي يديروها، مش القضيه في الانبوب هذا اللي جاي. انا قاعد واحد الوقت نقول لكم الهوا بالفلاحه تاعكم يا ولا غير الخيرات اللي عندك انت، برك لها ببلادك وشعبك، فهمتني؟ ها خلاص قالك اتقي الشر من احسن تايلي، صاي الها ببلادك وشعبك. وفار يفوت فلقوا منوها، هما داروا ارواحهم دراوشه، حتى احنا دراوشه. ولا واش رحت لتونس انت؟ باي تروح روح انت، كنت تسكر عليك من كل جهه، تلجأ لمن؟ تلجأ الله عز وجل. قلت لك الها ببلادك وشعبك، وتشوف الدول كيفاش تحترمهم. من واش بوركينا فاسو ومالي والنيجر نجي لهذا برك، ما نحكيش على الدول اللي تشوفوا فيهم انتوما عظمى، فهمتني؟ على عاد يحلوا فمهم ويدير لكم كيما داروا حسابهم لا على طم الراس تنوض، بشار تنوض، ورقله تنوض. هلا هما دايرين حساب الجانب اهل الخيرات ما كومش لاهيين به. دوك ينوضوا نجوا حنا سما قال انا من ورقله نجي مع ليبي. انا ليبي مال. اللي من بشار يقول لك انا مغربي، اللي من طم الراس يقول لك حتى انا مالي، ما دامكش لاهي بيا. خاطر وقتها كي قلنا لكم كي نروحوا الرئيس، كي نروحوا الاداره يقول لك طير الرئيس. ملي كنا نقولوا لكم انت توصل الانسان يروح للاداره يقول له طير الرئيس، روح لامباسيك. حتى الواحد عاد يشوف يروحوا من بوركينا فاسو، يقول لك عندك مسؤولين وناس راح تقول له هذا وادخل. وهذا كله في الاخر راك توصل الشعب قاعد مازال حاب الارض، مش باساس باش ترضى عليه ولا تعطيه. لان الجزائر مسكيه بدم الشهداء، واللي كانوا يعانوا ما همش الزواليه ولاد المجاهدين. فهمت شي نحكي اياك؟ استغلوا يقول لك لعل، فهمت القصد يا اخي وش نحكي اياك؟ هاي ظهرتها الشعب، ها ظهر ايضا. وش بقى يجيك من ولاد المجاهدين؟ المشكلة عندك ناس انت ما تعرف لا وطن لا مجاهدين و... انت هم هنا عندك. انا قلت لك الهب بلادك وشعبك، والقضية راهي داخلة فيها الأنبوب حزدوكم فيه ومامطو اللي راه من برا. هادو سيرتو اللي برا اللي يهضروا على الجزائر، قال لك الجزائر كل مرة تدير مشكل معها. حتى والجزائر يعودوا فيها مسؤولين وقيادة ملاح، ما دامها لازم يفهموا الليل برا. حاولوا تفهموا، راكم تخبطونا في قلوبنا، وبلا تخبط القلب اللي راه هنا في بلادي. الإعلام مسؤولين ما كاين والو، معينين نهضروا لكم. وفوق هذا راه مازال الحال الها ببلادك وشعبك. نحكي على اللي تعال برا. حاول كي تجي تهضر على الدبلوماسيه اهضر على الديانه اللي راها تهان، اهضروا على غزه والجزائر. حاول تفهم انت وياه اللي برا حتى يعود مسؤول وقياده ربي يبارك. ما دامها دوله مسلمه راح تعاني. فهمت القصد ولا والو؟ ما هوش بهم الخيرات. فهمت القصد ولا والو؟ حاولوا تفهموا راه الجزائر دوله مسلمه، حتى وعندنا مسؤولين ربي يبارك راح يطيحوا عليها الجزائر. هاك فاهم شي نحكي؟ انتوما كديروا كيما يلفوا يحكوا على الاسلام اللي راه يوهان كالمازوز الدبلوماسيه. الاسلام راه يوهان وغزه تهان، انا ما تهضروش عليها والله يطيحوا عليكم من ثم. فهم شي نحكي؟ واما الجزائر على هذا الشيء اللي راه يصرى لك خاطر لقاوكم مش لاهيين بشعبك وبلادك. فهمت القصد ولا والو؟ علاه انا قلت لك غير الولاد، والجنوب يفهموه ماليه، والشرق يفهموه ماليه، والغرب يفهموه ماليه. اما فهمت شيء نقصد ياك؟ واش قلت لي انت المغربيه والله مانيش عارف. المغربية تخدم في مايكروسوفت. تخدم واش؟ مايكروسوفت شركة الأمريكية. علاه سما يدعم في اسرائيل. علاه من اللي يخدموا هنا كل الدول اللي يدعم في اسرائيل. جات انتي هذا وفقت يقول لها يا حسرة يا ديني. أي دولة يخدم فيها أجنبي عنده نسبة يدوها لإسرائيل. معايا ولا ماكش معايا؟ ما نحكيش على الحوايج اللي تشروها عليه. وفي نفس الوقت ما دامك ماتريال تشري فيه عليه توقع منهم كلش. مش ماتريالي أنا بدهم ينسيس. واش قلت لهم؟ قال لك واش راه يقول؟ وصرا في لبنان
وهذا انفاقت هذه عم يدعموا بإسرائيل. يا تدعيم عاد كل من الدول العربية وغير عربية، سيرتوا الضربة تاع الهجرة هذه تاع شغل وش معناتها؟ هنونا منهم باش يبقى الإسلام غير فم وخلاص. أما عطاف على واش رحت لتونس، خلي تسكر، قالها ببلادك وشعبك وشدة في الله، لأنه المؤمن كي تضيق به من يروح الله عز وجل، ومهما يكون ومهما يسرى حتى تعود لاباس عليك والله مش لاباس عليك، غدوة راح تسأل عند الله. على واش تسأل غدوة؟ تسأل على صلاتك والخير اللي درته. أفهم المعنى، فهمت القصد ديالي؟ وما نحكيش على المنكر اللي راه صاري وراكم ساكتين. وممكن كاينه نقطة سيرتوا الجانب، شوفوا كيفاش ديروا وتهلاو فينا وخلاص، مادام غزة يموتوا وحنا نتفرجوا. فهمت القصد ديالي؟ قال إن كان مكرم ينزع الجبال فإن مكر الله لا شديد. ألها ببلادك وشعبك، واللي العدو الحقيقي راه هنا، اللي يقول العدو ادخل رام هنا عندك. فهمت القصد ولا والو؟ واللي حاب يروح على روحه، احنا نموتوا هنا مش على سبيل باش تبقى الجزائر. ما تروحش لا اله الا الله محمد رسول الله. سلام.